السلام عليكم مشاهدينا الكرام. قبل بداية هذا الفيديو إليكم أبرز العناوين. فيفا يسلط الضوء على أوناحي كواحد من أفضل 5 لاعبين شباب في المونديال ويصف أداءه بالمبهر. حكيم زياش يعلق على الاستقبال الأسطوري الشعبي والملكي. الفيفا يسلط الضوء على أوناحي كواحد من أفضل 5 لاعبين شباب في المونديال ويصف أداءه بالمبهر. سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على الدول المغربي عز الدين أوناحي كواحد من أفضل 5 لاعبين شباب في كأس العالم قطر 2022 واصفا أداءه بالمبهر. وذكر الفيفا في تقريره نقاط تميز أوناحي في منظومة وليد الركراكي، إذ أكمل نجم أونجيه 10 مراوغات من أصل 12 في البطولة كأعلى معدل نجاح لجميع اللاعبين في قطر الذين حاولوا ب8 على الأقل. هذا وكان أوناحي ثالث أكثر اللاعبين إكمالا للتمريرات في المنتخب المغربي برصيد 216، إضافة إلى أدواره الدفاعية، الشيء الذي جعله أحد أهم اللاعبين في ملحمة أسود الأطلس. وذكرت الفيفا في تقريرها حول أفضل النجوم الشباب إلى جانب أوناحي الإنجليزي جود بيلينغهام، إضافة إلى الكرواتي جوكسو غفارديول والأمريكي يونس موسى والأرجنتيني إنزو فرنانديز. حكيم زياش يعلق على الاستقبال الأسطوري الشعبي والملكي. تقدم نجم المنتخب الوطني حكيم زياش بالشكر للمغرب ملكا وشعبا على الاستقبال التاريخي الذي حظي به مع باقي العناصر، نظير الإنجاز التاريخي المحقق في كأس العالم قطر 2022. وانتظر زياش إلى اليوم الخميس للتعليق على ما عاشه أول أمس الثلاثاء في الرباط، مشاركا صور الاستقبال الشعبي والملكي ومعلقا عليها بشكرا للمغرب على هذا اليوم الذي لن ينسى. وتفاعل متابعو الحساب الرسمي لحكيم زياش مع التدوينة، كما تداول رواد منصات التواصل منشور اللاعب معريين عن سعادته بإفصاح اللاعب عن مشاعره بشأن اليوم التاريخي الذي عاشه.